إيه هو مؤشر الفيكس أو ما يعرف بمؤشر الخوف؟ ببساطة جدا ده مؤشر بيقيس التقلبات الموجودة في أسواق المال، خاصة في مؤشر ال S&P 500. هو مؤشر تم إنشاؤه في بورصة شيكاغو، وبقى بيتم الاعتماد عليه عشان تقدر تعرف هل الأسواق في الوقت الحالي فيها مخاطر ولا لأ. هو مرقم من 0 لحد 100. في معظم الأوقات هتلاقي إن تداولاته بين مستوى 10 لحد مستوى 25. أعلى من مستوى 25 معنى كده إن الأسواق موجود فيها تقلبات كبيرة، معنى كده إن أسواق الأسهم الأمريكية في الأوقات دي ممكن إن هي تنخفض بشكل كبير جدا، والملاذات الآمنة ترتفع زي الذهب وزي الين الياباني. ومثال بسيط جدا، أثناء الأزمة المالية العالمية 2008 وصل مؤشر الفيكس ل 58 نقطة، وأثناء أزمة كورونا في 2020 وصل مؤشر الفيكس لأعلى مستوياته وكان عند 79 نقطة. فبالتالي ده أحد المؤشرات اللي لازم تتابعها بشكل كبير. زي ما قلنا، طول ما احنا بين مستويات ال 15 أو ال 10 لحد ال 25 إذا الأسواق مستقرة. أعلى من كده إذا الأسواق متقلبة وتتجه للملاذات الآمنة.